السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في أول درس في المات اللي هو أهم درس، اللي هو كالكول دو لا ليميت دو اف دو اكس وقت اكس تنفير اكس زيرو. به حبيت نبين كونه هذا أهم درس. علاش؟ لأنه داخل في الكونتينويتي والدريفابيليتي والاسيمتوت والبرونش بارابوليك والتابلو دو فارياسيون. حاصيله هو يمثل 50% من الاناليز، معناها 50% من الاناليز يتخدم كي تعرف تخدم الليميت. به نسألك سؤال لهنا، تو لو كان استاذ المات تعطيه ليميت قدامه باش يخدمها، هل يعرفها الليميت هذيك بالذات قبل ولا؟ نورمالمون ما يعرفهاش. دونك عنده طريقه في مخه باش يعملها، باش ينجم يطلع اي ليميت. معناها فما بروسيدور تتخدم في المخ باش ينجم يطلع اي ليميت هذيك. به احنا في الفيديوهات هذوما باش نعطيك البروسيدور هذيك كيفاش، معناها كيفاش تخمم بالضبط باش ما تتبلوكاش. معناها تعمل الاولى الثانيه الثالثه، ديزيتاب سهلين وعمليين. ونورمالمون بعد الدرس الليميت تخرج تعرف تعمل اي ليميت. اذا كان فما ليميت بعد الدرس هذايا ما فهمتهاش، ريك ما فهمتش الدرس، دونك ارجع تفرج على الفيديوهات مرة أخرى. به هذا الفيديو دانترودكسيون خلينا نقول لك ايش باش نعملوا فيه بالضبط. دونك قسمت لي الفونكسيون تروغونومتريك ونون تريغونومتريك. به هي في الفونكسيون نون تريغونومتريك باش نعملوا 5 ميثودات. الميثود الأولى هي سهلة، دونك باش نعملوا جوست رومبلاسي، معناها رومبلاسو ليكس بالاكس زيرو. تو ناخذوا دي زيكزامبل توضح فيه الحكاية الكل. به وفيها باش نفسروا اش معناها اكس زيرو بلس واكس زيرو موان، وقتاش نحتاجوهم وقتاش نحتاجوا اكس زيرو برك. به في الميثود الثانية باش نحكوا على الفونكسيون بولينوم في البلوس موان لانفيني، وعندها قاعدة معينة سهلة ياسر وباش نفسروا واش معناها بلوس لانفيني واش معناها موان لانفيني. به باش ندخلوا من بعد في اللي فورما ديترميني نذكروا بهم. به هما 4 كعبات اللي هي 0 سور 0 لانفيني سور لانفيني و0 فوا لانفيني و0 فوا لانفيني وبلس لانفيني موا لانفيني. باهي هذوما الاربعه عندهم 3 ميثودات يتحلوا بهم. الاولانيه 0 سور 0 عندها 2 ميثودات اللي هي الميثود 3 وال4. باهي باش نعملوا فيها 0 سور 0 من غير راسين 3، نكتبوا لهنا سون راسين. باهي الميثود 4 كي تبدا 0 سور 0 مي افيك راسين كاري. دونك تبقى لنا الميثود 5 باش نعملوا فيها 3 هذوما مع بعضهم، معناها 3 فورمات الاخرين كيفاش نحولوهم من فورم، كيفاش نحولوهم الفورم عاديه، معناها نحولهم الفورم انديترميني. به بعد ال5 ميثودات هذوما نورمالمون اي فونكسيون نون تريغونومتريك تنجم تخدمها. واضح؟ باهي من بعد باش نمشوا الفونكسيون تريغونومتريك. باش نبدو بفيديو اسمه نوسيون دو باز، معناها سيركل تريغونومتريك كيفاش نخدموا بها. برشا تلامذة مش فاهمينها وخاطر هي صعيبه شويه، معناها في شويه فازات تو نوروهم. به وبعد فما 3 ميثودات نعملوهم باش نحلوا اي فونكسيون تريغونومتريك، ونورمالمون برشا تلامذة معقدين منها الفونكسيون تريغونومتريك هذه. تو كي تفهمها تولي تحلها فصيل مصيل. واضح؟ ما نطولش عليك برشا في الفيديو دانترودكسيون، اما نحب نقولك اللي كونه بعد ما تتفرج عليهم الميثودات هذوما احفظهم وطبقهم باش يولي المات عندك سهل ماهل. واضح؟ دونك اذا كنت مكنت منهم راهو بقيت الاناليز يجيك ساهل. اذا كان ما تمكنتش منهم باش تتعب برشا في الاناليز، راهو باش نكون صريح معاك. دونك ننصحك تمكن منهم بالكدا. بالنسبه للبلاي ليست تاع الفيديوهات باش تلقاهم في اليوتيوب ولا في التيك توك، هاونهم دي بلاي ليست كل شابيتر وحده. امشي للبلاي ليست ديريكت باش كل شابيتر تلقاه وحده. حصيلوا ما نطولش عليكم برشا، نتقابلوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.